الركنة دي لان احنا جاي لنا هدية حلوة من انسانة حلوة. اميرة مكي طبعا غنية عن التعريف، سبق وذكرتها لكم في فيديو فرش المجلس لما قلت لكم هي كانت مصممة تبعت لي هدية، وهي دي الهدية بتاعت اميرة مكي، ما نحرمش منها ولا من ذوقها. انسانة محترمة والله العظيم. انا عايزة اقول لكم ان شهادتي فيها مجروحة، لكن هي تستاهل كل خير، وانا عايزة اديها حقها بصراحة. لان بصوا دايما الشاطر كده مش واخد حقه في مجاله، فلازم نساند بعض وندي بعض كده باور ونسند بعض باللي نقدر عليه. فانا والله العظيم والله العظيم شهادتي في اميره مجروحه، لان ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. يعني ربنا يحميها ويحفظها، ودايما كده في تطور، ودايما من احسن لاحسن، ومن شطاره لشطاره. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. وشكرا يا أميرة على الهدية، وربنا يا رب يجازيك كل الخير ويعوضك كل الخير ويقدرنا يا حبيبة قلبي، وأقدر إن أنا أرد لك حاجة بسيطة. يعني بصوا الحاجة دي بتكلف يا حبايبي، والقماش بالشيء الفلاني، والحاجة والخياطة والقعدة، وكتر ألف خيرها إن هي بس يعني فكرت حتى تهديني من شغلها. فربنا يا رب يجازيها كل الخير ويخلف عليها اضعاف اضعاف ما عملت. والله العظيم انا ما كنت عايزه اكلف عليها، لكن هي كانت مصممه تهديني. فعشان زي ما سبق وقلت لكم في فيديو الركنه، انا ما رضيتش ان انا يعني اقبل منها فرش المجلس، لانه ما شاء الله كبير، وكان هيبقى مكلف عليها بزيادة. فربنا يا رب يجازيها كل الخير. انا قبلت هديتها الكسوة بتاعت الركنة الحلوة اللي انتوا هتشوفوها النهاردة، وما شاء الله والله العظيم خامة تحفة جدا. وعايزة اقول لكم كمان والله العظيم قالت لي مش عايزة منك ريفيوهات، الحاجة اللي هبعتها لك دي هبعتها لك محبة، لا عايزاكي تتكلمي عن شغلي، بس انا اللي عايزة اديها حقها، لان هي فعلا تستاهل. زي ما سبق وقلت لكم ده مش اول تعامل معاها، ده تاني تعامل، وان شاء الله مش الاخير باذن واحد احد. وعارفه ان انتوا اخوات وحبايبي، وبتثقوا فيا وبتثقوا في كل الناس اللي انا بطلعها لكم على القناه. وما شاء الله تبارك الرحمن الشغل مية مية، والتقفيل حاجة كده 10/10. واللي هيتعامل معاها هيرجع زي ما قلت لكم وهيشكرني. والحاجة لو طلبتوها وطلعت وحشة في وشي، انا اللي مسؤولة عنها. تمام. وان شاء الله باذن الله تكون دايما قناة موحى ياسر فتحة خير وفتحة باب رزق لكل اخواتي وحبايبي اللي بيقصدوني لوجه الله تعالى. بحبكم في الله. وشكرا على كلامكم الحلو في فيديو المجلس، وشكرا على الناس الحلوة الراقية الذوق اللي زي العسل، اللي كتبت لي تعليقات زي السكر. بحبكم في الله، وربنا يا رب يدومكم نعمة في حياتي، وده دايما عشمي فيكم وعشم، لان انا متابعين موحى ياسر دايما متابعين مميزين على منصة اليوتيوب كله. متابعين قناتي دول ناس يعني بصوا يتشالوا على الراس، ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا بس ندخل كده ننظف الصاله بتاعتنا ونكنسها الكنسه المتين. زي ما انتم شايفين يا حبايبي الارضيه مش نظيفه خالص، وكمان مش على قد الكنسه بس. هنجيب سطل ميه ساخن كده بشويه كلور وشويه من الكلوروكس كمان، ونديها الدعكه المتينه كده عشان نفرش على نظافه وتشوفوا الجمال بقى. حبايبي اميره بتفصل جميع انواع الكفرات، والالوان كلها موجوده ان شاء الله باذن الله، وبتوصل كمان لاي مكان ولاي محافظه. طبع البريد ان شاء الله باذن الله الحاجه بتوصلك متغلفه مظبوط وحاجه تمام التمام. وما شاء الله تبارك الرحمن زي ما قلت لكم الخامه دي قطيفه حفر من التقيله، لان في ناس برضو دخلت قالت لي ده اسعارها غاليه، ولا يا والله العظيم اسعارها ما غاليه ولا اي حاجه بالنسبه للخامه اللي بتوصلك. بصوا حبايبي كل خامه فيها درجاتها، وفي خامه بتكون خفيفه وفي خامه بتكون تقيله. هي بتستخدم الخامات النظيفه عشان تعيش معاكي، وغير ان هي بتجيب لك كمان الحاجه بزياده عشان خاطر لو حصل في الامور امور، لو لا قدر الركنه بتاعتك اتكسرت حبيت تغيريها، يبقى الكفر موجود عندك لاي ركنه تانية ان شاء الله باذن الله تستخدميها عليها. تمام. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. ما تستغليش حاجه في الايام اللي احنا فيها دي، كل حاجه بقت غاليه. فالحاجه اللي تنفعك وتكون عمليه وتريحك ما تستغلش سعرها، لان في الخامات يا حبايبي بتختلف. في خامه قطيفه حفر انا شفتها والله العظيم، شفتها عند واحده جارتي اقسم بالله مش هي نفس الخامه خالص، تبص من بعيد تلاقيها هي نفس الرسمه وهي نفس لكن تيجي تمسك القماشه اللي اميره بعتها لي والقماشه التانية اللي عند جارتي، تلاقي بتاعت جارتي خف الريشه، يعني مسمار ينتشها، شبكت في اي حاجه في الغساله هتتقطع منها، وتلاقي دي شبه دي، لكن الاسعار طبعا مختلفه، واي حاجه فيها خامات درجات، واخدين بالكم. فاحنا نجيب الحاجه اللي تعيش معانا وما تستغلش سعرها، ما تستغلش سعرها، لان ايه اللي عاد رخيص الايام دي يا حبايبي. فصلوا على الحبيب المصطفى. مسكنا كده الارضيه بتاعتنا اديناها الغسله المتينه، ما كانتش نظيفه خالص اعزكم الله، كان فيها بقعه كده في الارضيه، وكان في كمان
حاجات تحت الركنه كده. بعد ما كنستها سحبت الركنه بره، وبعد ما كنستها مليت سطل ميه سخنه. الميه السخنه حلوه جدا للبلاط يا حبايبي، وكمان ما بتخليش ريحه زفاره خالص، وبتلمع البلاط زي ما انتم شايفين، بتخليه الاجه الالاجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. اميره كمان زي ما قلت لكم مش للركن بس، لو عندك سفرة عايزة تحافظي عليها بتعمل الكفر بتاع الكراسي والركنة والمجلس والشلت كمان. عارفين انتوا المجالس اللي هي بتاعت المجالس العربي، ان شاء الله باذن الله ناوي اعمل واحد واخليها كمان تعمل لي كسوة باذن الله. حاجة كده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتعاملوا مع الشخصية دي، وباذن الله هيعجبكم التعامل معاها وشغلها كمان، ومن غير ما تقيسي بقى ولا تحيري حالك. هي بترفع المقاسات، هي شاطرة ما شاء الله عليها، ده شغلها يا جماعة الخير. فهي بتاخد المقاسات من خلال مثلا صورة، انت بتبعتي لها صورة الحاجة، وهي بتاخد كده ايه المقاسات من خلال الصورة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى. بشكرك يا أميرة على الخامات التحفة اللي انت بعتها لي. انا عايزة اقول لكم شوفوا دول قطعتين وكانوا تقل الرزخة وانا بفضيهم من الكيس. يعني خامة حلوة، خامة تعيش، خامة تتحمل معاكي، مش وبرة بقى وتسلت معاكي خيط والكلام ده كله. شوفوا الخامة عاملة ازاي، ده غير ان هي كمان بتقلب معاكي في اتجاهات. هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا ركبت دي ما حيرتنيش زي المجلس، لان المجلس ما شاء الله بطول وعرض الأوضة، لكن الركنة الصغنطوطة دي قطعتين فما غلبوناش خالص. انا ركبتهم، وابو عمار كمان يعني ايه ظبط معايا الدنيا بصراحة، كتر الف خيره. قولولي بقى رأيكم هنا في اللون. بصوا اختيار الالوان كان لصديقة واخت وعزيزة، ربنا يا رب يديها الصحة، دايما بلجأ لها في الالوان بالذات لان هي شاطرة، ربنا يحميها ويديها الصحة وما يحرمنيش منها ابدا يا رب. اللهم صل على الحبيب المصطفى. كانت مختارالي اللون اللي انتوا شايفينه، ولون المجلس برضو هي اللي كانت مختاراه. اللهم صل على الحبيب المصطفى. عايزه اقول لكم اللون الفيروزي برضو اللي بتاع المجلس الاساسي هي اللي كانت برضو مختاراه. يعني ربنا يبارك في صحتها يا رب ويديها الصحة. انا بلجأ لها في الحاجات اللي زي دي، وبشوف ايه اللي ماشي وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وايه اللي يتحمل، فبتدينا نصيحة. يعني النصيحة والمشورة مش عيب ومش غلط لما يكون في اتنين اصحاب محبين لله وفي وجه الله، فتحسوا كده الموضوع بينهم خد ودي بشكل ودي. وكمان كانت مختارالي يا حبايبي الرسمة واحدة، نفس الرسمة بتاعت الصالة هي نفس الرسمة بتاعت المجلس، لكن الألوان مختلفة. طبعا اللون الكافيه في المجلس تحفة، وهنا اللون ده رصاصي تحفة التحفة. أنا بقى يعني اللون جاي لي على الطبطاب، أنا بحب الرصاصي بدرجاته. يعني بصوا حاجة كده ولا يا ولا. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بس أميرة هنا غيرت لي في الرسمة، قالت لي عشان ما تحسيش بزهق، فطبعا عشان خاطر هي بعتها لي هديه فخليت الموضوع يعني يرجع لحريتها، ما اقدرش ان انا اتحكم فيها. حاجه هي مهدياني بيها فتبعتها زي ما هي عايزه تبعتها، ما رضيتش ان انا اصر عليها. يعني حتى هي قالت لي انا مش عايزاكي تزعلي لان انت اخترت الاتنين رسمه واحده. انا ازعل ازاي؟ ده كتر الف خيرها ان هي قدرتني وادتني من وقتها وادتني من مجهودها ومن شغلها، وقعدت مكفيه على المكن عشان تفصل لي حاجه زي كده بس تهديني بها محبه. والله العظيم انا عايزه اقول لكم اقسم بالله اميره قالت لي ما انا عايزه منك تصوير ولا ريفيوهات، انا بعتها لك محبه. وبعيد الكلمه دي وبكررها لان فعلا هي قالت لي كده، وانا عايزه الست دي ربنا يا رب يكرمها ويرضيها ويوسع في رزقها يا رب، لان هي مجتهده ومش كنه ودايما بتطور من شغلها. انا بشوف ناس خياطين يا حبايبي او بيشتغلوا في الحاجات دي عندهم حاجة واحدة، شغالين في حاجة واحدة، يعني اللي هو ايه قماشة واحدة. انت بقى طلبت منهم قماشة تانية يروحوا يجيبوا على قد شغلها بس. يعني انت طالبة مثلا من فلانة دي شغل الركنة دي على قد اللي بتجيب لك، لكن دي بتجيب تواب وبتصور وبتطلع وبتتعب وبتسعى لأكل عيشها ورزقها، وربنا يا رب يبارك لها في رزقها ويصلح حالكم وحالها. بصوا هي بتجيب الحاجة زايدة وفايضة ازاي. انا هنا بوريكم ان التركيب هنا سهل وبسيط، انت بس مجرد ما بتركبي اول زاوية الدنيا بتمشي معاكي ايه فلة 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 زي السكينة في الحلاوة على طول، وبتجيب لك الحاجة بزيادة والحاجة انت بتلميها القماشة طرية طرية. وبصوا حاجة كده اللهم صل على النبي يا شيخ، اللهم صل على النبي. وتقولوا لي الحاجة سعرها غالي او المتر غالي، يا شيخة الغالي تمنه فيه يا شيخة. اللهم صل على الحبيب المصطفى. انت بتلم الحاجة زي ما انتوا شايفين، واي زوايد في الركنة بتلميها تحت الشلتة وما بتكلكعش،
ما بتحسهاش ان هي اوفر. خدتوا بالكم؟ اوفر، الاوفر اللي هي تلاقي حته عاليه وحته واطيه وحته نخه وحته قبه، دي مش موجوده خلاص في الفرشه. انت الزياده بتلميها. بصوا هنا بقول لكم، حتى لو ربنا كرمكم وبعد كده غيرتوا الركنه وغيرتوا الفرشه بتاعتكم، تنفع برضو للي انتوا هتجيبوها جديده، لان هي بتعملها بطريقه معينه كده، بتمشي مع اي ركنه، اي ركنه. اللهم صل عليك يا نبي يا شيخه، تسلم ايدك وتسلم ذوقك ويسلم عمايلك يا اميره والله. بصوا بقى، انا بركب اول كتف وبعد كده اظبط بقى واحده واحده لحد ما الدنيا بتمشي معايا وتبقى مظبوطه زي ما انتم شايفين. ظبطت اهي ولا مش ظبطت يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اهي بقت 100 فل و10، ولا حته زايده ولا حته قله ولا حته طالعه ولا حته نازله، حاجه كده فل يا بنتي يا اميره. تسلم ايدك والله، تسلم ايدك. هسيب لكم كل الروابط اللي تخص اميره في اول تعليق مثبت، وخشوا واطلبوا منها كل اللي انتوا عايزينه. وهرجع واقول لكم انا ثقتي في الست دي لابعد حد، شغل معاها من خلال واتساب، لكن هي اثبتت ان هي قد الثقه دي. الله اكبر الله اعظم، انا بتكلم والله اكبر الله اعظم. ده اذان المغرب يا حبايبي. الستاره ها ماشيه معاها الى حد ما، والارضيه زي ما انتم عارفين. واللي رايكم بقى؟ الارضيه كالعاده يا ساده لسه ان شاء الله الفرشه بتاعتها ما جاتش، بس هتيجي رصاصي غامق عن الركن. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، بصوا شكل الخامه وبعد ما اتظبطت وبعد ما اتفرشت واتهيأت، تحسوها هي الكسوه الاصليه بتاعه الركنه. لا حته زايده ولا حته فايضه ولا حته باينه، رغم ان فيها زواده ياما، لكن مش باين اي شيء لان الخامه حلوه. اللهم صل عليك يا نبي. قولوا لي بقى ان شاء الله اجيب الفرشه غامقه، لان انا عندي حفظات منقوشه بزياده، فانا عايزه اجيب حاجه كده ساده في الارضيه دي وفي ارضيه المجلس كمان. فقولوا لي ايه رايكم، بدل ما اخلي الستاره منقوشه بتاعه الصاله وكمان الارضيه كمان مثلا افرش فيها حاجه منقوشه، لا، فانا عايزه اوحد كده الالوان واخلي الدنيا هاديه ورايقه كده عشان النظر والعين، والتغيير حلو ومطلوب برضه. هنا يعني بقرب لكم على الخامة عشان بصراحة حلوة وعجباني. حتى ابو عمار قال لي ان شاء الله بإذن الله بس شوية كده ونعمل لون اوف وايت للمجلس كمان، يكون في اختلاف كده بين الالوان. يعني عايز يعمل كمان كسوة للمجلس كمان، من حلاوة الخامة ومن جمال الشغل والتفصيل، وتحسي ان الحاجة هي الاصلية بتاعتها، مش حاجة انت حطها عليها تحافظي عليها، لا تحافظي بيها على الحاجة، لا ده تحسوا ان الخامة الاصلية بتاعت الحاجة. ان شاء الله كمان هعمل واحدة في المدخل تحت بإذن واحد احد. وانا هنا بحاول بس اظبط الستارة، لان الستارة دي لسه جديدة مش عايزة اغيرها، والستارة تمشي بصراحة تمشي. حطيت الحافظة القديمة دي في الأرضية لحد ما أجيب حافظة تانية إن شاء الله بإذن الله، تكون فرو كده، أو اللي هو بديل السجاد، أو نشوف بقى هنجيب إيه للصالة بإذن الله. قولوا لي رأيكم. والصالة الستارة ماشية 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 يلا أحبكم في الله، وإن شاء الله بإذن الله هسيب لكم كل الأرقام اللي تخص أميرة والصفحة بتاعتها الرسمية وكل الصفحات والمنصات بتاعتها في اول تعليق مثبت ان شاء الله باذن الله. خشوا اطلبوا الحاجه على ضمانتي الشخصيه، ولو الحاجه مش عجبتك كلميني انا، ما تكلميش اميره.